السلام عليكم خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم في اتم الصحه واتم العافيه يا رب العالمين. فيديو جديد خياتي كاقتراحات لطاوله الافطار لشهر رمضان الكريم. اليوم جبت لكم 3 وصفات ولا 3 اقتراحات يولموكم بزاف. راح تكون هنا عباره على مملحه، راح تكون عباره على بيتزا رولي، وكذلك راح ندير معكم طبق رئيسي، راح نديروا جلبانه بالكريات يعني الدجاج، وراح ندير مع خيتي كذلك سلطة فواكه يعني كتحلية. وصفات سهلة البنات، اقتصادية يعني، وتوجد في رمشة عين كما نقولوا، توجد لك ليه ما تديش منك كامل الوقت، خصوصا اذا كنتي معزومة يعني ولا مزروبة، ما دخلتيش بكري للكوزينة، راح توالمك بزاف. روحوا نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على خير الانام، عليه افضل الصلاة وازكى السلام. واول حاجة البنات راح نبداو بها هنايا، راح نبداو بالبيتزا رولي تاعنا. واش نحتاج فيها في العجينه؟ عندي هنا كاس حليب دافي، عندي مغرف كبيره خماره تاع الخبز، عندي هنايا مغرف كذلك تاع السكر، عندي حبه بيض، وعندي هنايا كذلك ربع كاس نتاع الزيت، وهنايا عندي حوالي مغرف صغيره تاع الزعتر ولا زعتره راح نديرها هنايا، ونزيد هنا كذلك حوالي نص مغرف صغيره خميره نتاع الكاطو ولا خميره حلويات، ونخلط هذوك المكونات مع بعض هكا بالفوي ولا بالمعلقه برك، خلطوا مليح حتى يندمجوا لكم كامل هذوك المقادير مع بعض. باش نروحوا هنايا نضيفوا الفرينه، نبقاو نضيفوا في الفرينه تاعنا بالتدريج حتى تحصلوا العجينه تكون طريه وتكون تتلصق في اليد. يعني هنا البنات العجينه تاعكم تاع البيتزا ما تنشفوهاش بزاف، خلوها تتلصق في اليد باش تجيكم مقطنه وتجيكم خفيفه. وبطبيعه الحال ما ننساوش الملح تاعنا اللي ضروري، يعني ما تكثروش الملح البنات، خصوصا كي تكونوا صايمين. المهم هنايا نبقى نزيد في الفرينه خياتي ونلم العجينه تاعي كيما قلت لكم حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني تكون تتلصق في اليد، ما تكونش يابسه بزاف كيما نقولوا ولا تكون قاصحه. كيما قلت لكم كنصيحه، العجينه تاع البيتزا يعني ما تنشفوهاش، خلوها خفيفه باش تجيكم البيتزا تاعكم مليحه. هنايا بقيت نزيد في الفرينه خياتي حتى تحصلت على هذا القوام. دوك نوريكم البنات القوام كيفاش داير. شوفوا البنات القوام اللي تحصلنا عليه، يعني خفيف. هنا نغطيها ونخليها تخمر. في هذاك الوقت نروح نوجدوا الطبق الرئيسي تاعنا، كما قلت لكم راح يكون عباره على طاجين الجلبانه بكريات الدجاج ولا بالكفته تاع الدجاج. هنا اول حاجه نحتاجوها، عندي هنا نص صدر تاع الدجاج كنت طحنته، انا هنا ديت غير نص صدر، نتوما تقدروا ديروا صدر كومبلي يعني على حسب العائله تاعكم. انا هنا درت كيما قلت لكم نص صدر تاع الدجاج كنت رحيته، زدت له فلفل كحل، راح نزيد له هنايا توابل الدجاج ولا لي زيبيس تاع الدجاج. زدت له هنا كذلك مغرف كبيره تاع لا شابلور اللي هو الخبز اليابس المطحون، وعندي حوالي 2 مغارف تاع الزيت. الزيت هو اللي راح يخلي لكم الكفته تاعكم البنات ولا الكريات نتاعكم يجيكم طريين ما يجيكمش ناشفين. وزدت الملح بطبيعه الحال اللي ضروري الملح نتاعنا. هنا هذا ما راح ندير البنات في الكفته تاعي، ما راحش نكثر فيها لي زيبيس بزاف. هنا بلا ما ننسى عندي فص صغير تاع الثوم راح نرابيه. كيما قلت له خياتي انا هنا ما راحش كثر لها لي زيبيس بزاف، يعني هذو هما التوابل اللي نديرهم فيها، يعني وتجيكم فيها واحد البنه ما شاء الله. يعني ديروا لها لي زيبيس تاع دجاج، توابل مخصصه بالدجاج، يعني يعطيهم واحد الذوق ما شاء الله. لميت يعني هذيك الكفته تاعي، خلطتها مليح باليد حتى ندمجوا لي كامل هذوك المكونات مع بعض، وراح نجي هنا نشكلها كريات بهذه الطريقه، يعني ماشي صغار وماشي كبار. بالنسبه للكميه كما قلت لكم تاع الدجاج ولا تاع الكفته تاع الدجاج، ديروا اللي على حسب العائله تاعكم. انا هنا خياتي غير نص صدر تاع الدجاج خرج لي كميه مليحه. هنا راح نكورهم كامل ونديرهم بجيه، ونروحوا ندير هنايا المرميطه تاعي ولا الكيكوطه تاعي ولا الطاجره تاعك. ديرها فوق النار تسخن مليح، ندير لها كميه تاع الزيت حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع الزيت. هنا اللي تبغي دير مغرف تاع زبده ولا تاع سمن ديروها. خليت هذاك الزيت سخون مليح، وراح ندير هذوك الكريات تاع الدجاج كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، يعني راح نقليهم هما الوالا باش نروحو نفوتو كيما نقولوا حنايا نديرو الطاجين تاعنا تاع الجلبان. هنا راح نقلي هذه الكفته تاعي مليح في هذاك الزيت، يعني حتى تتحمر لي وتطلق لي البنه تاعها. هنا غطيتهم وخليتهم يعني يحكموا روحهم شويه، ومن بعد عاد باش نجي كيما نقولوا حنا نقلبوهم ولا نحركوهم بهذه الطريقه. هنا خلوهم يحكموا روحهم البنات، عاد غير باش كيما نقولوا حنا باش تحركوهم، سينو راح يتفتوا لكم. كيما تعرفوا ما رانيش دايرين فيهم البيض ولا. هنا شوفوا خيتي بقيت نحرك فيهم حتى تحمروا لي كامل من هذوك الجوانب وطلقوا لي البنه تاعهم في هذاك الزيت. هنا من بعد ما يتقلاو راح نحيهم، يعني نحيهم بجيه باش نقدروا نديروا لاصوص نتاعنا تاع الجلبانه، يعني في نفس الطنجره راح نطيبوا المرقه تاعنا تاع الجلبانه. هنا راح نحيهم خياتي.
نحيهم كامل. هنا برك البنات اللي تبغي كيما نقولوا حنا يكونوا عندك ضياف ولا تبغي تزيدي طرف تاع الدجاج تقدري تزيدي طرف تاع الدجاج. انا هنايا استغنيت عليه، يعني هنايا كيما نقولوا حنا اكتفيت برك بهاد الكريات تاع الدجاج ولا بهاد الكفته تاع الدجاج. هنا في نفس المرميطه كيما شفتوا ما زدت لها حتى حاجه. هنا واش ندير لها؟ راح ندير لها حبه تاع بصل كنت ربيتها، يعني حبه بصل صغيره ربيتها قليتها مليح في هذاك الزيت كيما كتشوفوا. حاولت يعني نحي كامل هذاك البنه اللي كانت كيما نقولوا حنا اللي كانت في الطنجره تاعي. قليت فيها هذيك البصله مليح. راح نزيد عليها هنا التوابل، عندي شويه فلفل كحل، شويه تاع السكنجبير وشويه تاع الكركم. هنا ما كثرش التوابل بزاف، والملح بلا ما ننساوه. نحرك مليح ومن بعد نزيد عليهم كميه تاع الجلبان، ودرت معاه حبات تاع زروديه. كما تعرفوا البنات الجلبان يبغي زروديه. هنايا راح ندير هذيك الكميه تاع الجلبان بطبيعه الحال بعد ما غسلته شللته مليح كثريتها البنات. هذاك اللي نشروه يعني كونجلي لازم تشلوه مليح غايه الغايه، وديروا له فتيته تاع السكر باش يجيكم بنين وينحي لكم هذيك الريحه تاع الكونجيلاتور. قليته مليح مع هذيك الزروديه في هذيك البصله. وهنا راح نمرق، ما راحش نكثر الماء باش ما يجينيش يعني المرقه تاعي مايها بزاف. نغطيه ونخليه يعني يطيب. نخلي المرقه تاعي طيب من بعد ما نشوف يعني هذاك الجلبانه وهذيك الزروديه خلاص دخلهم الطياب يعني. راح نجيب الكريات نتاعنا تاع الدجاج ولا تاع الكفته اللي كنا نحيناهم، راح نرجعهم في لاصوص هكا باش يزيدوا يطلقوا لي البنه تاعهم، وكذلك يزيدوا يكملوا الطياب تاعهم في المرقه تاعنا. هنا نخليه يعني يكملوا الطياب تاعهم ويتجمر لي لاصوص نتاعي، ويكون يعني الطبق تاعنا تاع الجلبانه واجد. هنايا نروحو نوجدو البيتزا رولي تاعنا من بعد ما خمرت. شوفوا خياتي كيفاش تضاعف الحجم تاعها. راح نجيو هنا باش نشكلوها. هنايا درت شويه تاع الفارينه وراح نحط العجينه تاعي ونحاول نفتحها. هنايا كيما قلت لكم خياتي خلوا العجينه تاعكم طريه باش تجيكم البيتزا تاعكم خفيفه. هنا راح نفتحوها هنايا بالحلال بطبيعه الحال. رشوا شويه تاع الفارينه باش ما تلصق لكمش في البوطاجي تاعكم. هنا شوفوا خيتي راح نفتحها هنايا نرققها كامل باش هكا ما تجينيش الاخرى تاعنا خشينه عفوا. هنا شوفوا من بعد ما رققتها وحليتها راح نجيب هنا لاصوص طوماط كنت خدمتها، يعني خدموا لاصوص طوماط عاديه تاع البيتزا. راح ندهن يعني العجينه تاعي كامل. نحاول نساوي هذيك لاصوص ولا ندهن العجينه تاعي كامل حتى نغطي لها الوجه نتاعها. هنا برك لاصوص طوماطي تاعكم كي ديروها ما تنشفوهاش بزاف، خلوها شويه مطلوقه باش ما يجيكمش يعني باش تجيكم البيتزا تاعكم مشمخه من الداخل ما تجيكمش ناشفه. هنايا عندي كميه تاع الطو راح نديره، وعندي كميه تاع الزيتون الخضر قطعته كذلك دوائر، وعندي كميه تاع الذره ولا الذره تاع السلطه البنات. هنايا في الحشو ديروا اللي حبيتوا، يعني الحاجه اللي عندكم حبيتوا ديروها ديروها. بغى يعني فيونداشي بغات كفت يعني اللي حبيتوا ديروها. انا درت كميه تاع الفرماج رابي وراح نرولي البيتزا تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. راح نروليها بهذا الشكل. يعني طريقتها سهله البنات، وكما قلت لكم ما تشدش منكم كامل الوقت، يعني ديروها في وقفه. هنا شوفوا من بعد ما روليتها كامل راح نحاول نغلقها بهذه الطريقه، يعني غلقوها مليح باش ما تفتح لكمش من بعد في الفور. وراح نجو هنا باش نبداو نقطعوها. هنايا من الاحسن قطعوها بالخيط كيما هاك. شوفوا خياتي ما تقطعوش بالموس، قطعوا بالخيط باش يساعدكم في التقطاع تاعها. هنايا انا يا البنات شوفوا للامانه الحبات يعني كبرتهم ما صغرتهمش. نتوما تبغوا تصغروا الحبات صغروهم باسكو تخرج لكم كونتيتي مليحه. انا هنايا الحبات كبرتهم كيما تعرفوا خياتي. رانا نحوسوا كيما نقولوا احنا خلاص بدينا نملوا من الكوزينه، نحوسوا غير نكملوا ليه. هنايا انا كبرت الحبات البنات باش هكا يعني ما نبقاش غير واقفه. نتوما حبيتوا تصغروهم صغروهم. هنا شوفوا خياتي نقطعوهم بهذه الطريقه ونفدوهم نديرهم في البلا. بطبيعه الحال البلا تاعكم لازم وضروري تفرشوه بورق الطهي، سينو تلصق لكم البيتزا تاعكم. كما تعرفوا راه فيها الفرماج، اذا درتوه في الفور راح يلصق ويحترق لكم من التحت. ديروا لها ورق الطهي احسن. هنا شوفوا خياتي بسطتهم بهذه الطريقه، يعني حاولوا تبسطوهم ودخلوهم يطيبوا بطبيعه الحال. شعلوا عليهم من التحت كي تشوفوهم تحمروا من التحت عاودوا شعلوا عليهم من الفوق يتحمروا لكم وتكون البيتزا رولي تاعكم واجده.
هنا خياتي بالنسبه للديسير ولا التحليه تاعي راه تكون عباره على سلطه فواكه. كما كتشوفوا هنا ديت كميه تاع الديسير ولا كميه تاع الفاكهه، غسلتها نقيتها ومسحتها مليح، وراح نقطعها هكا مربعات صغيره. هنا عندي حبيبات نتاع التفاح، حبيبه تاع البنان، وحبيبه تاع الفراز. هنا ديت الكميه اللي نحتاجها، يعني ما راحش ندير كميه كبيره هكا باش ما نبذروش خياتي. كما قلت لكم هنا نبغي نشارك معكم كاقتراحات فقط، يعني تبدوا افكار. كما نقولوا كل وحده خيرها في دارها، ومن الاحسن كل وحده تعرف واش تستهلك في دارها، واش تستهلك العائله تاعها، باش هكا ما نبذلوش. يعني الحاجه اللي نعرفوا روحنا ما نستهلكوهاش خصوصا في الشهر الفاضل، نحاولوا يعني ما نديروهاش باش هكا ما نبذلوش. هنايا قطعت هذيك الفاكهه كما كتشوفوا هكا مربعات صغيره. قبل ما نقطع البنات الفاكهه تاعي كنت عصرت 3 حبات نتاع التشينه مع حبيبه نتاع القارص ولا حبيبه تاع الليم، هكا يعني باش كما نقولوا حنا نربح الوقت، وباش الفاكهه تاعي البنات ما تكحليش، يعني تعرفوها ليه تكحل. هنا كتشوفوا البنات هنايا 3 حبات تاع التشينه مع حبيبه تاع القارص، تحصلت على هذه الكميه تاع العصير، وراح نكبها ولا نفرغها فوق هذاك الخليط نتاع الفاكهه اللي كنت درتها ونخلط يعني بهذه الطريقه. هنا ما راح نضيف لها حتى حاجه، يعني راح نخليها طبيعيه 100%. هنا راح نفرغها في هاد ليفيرين ولا في هاد الكؤوس كما راكم تشوفوا، باش هكا يعني تجيني المنظر تاعها شباب، وفي نفس الوقت يعني ندخلوها للفريجيدير تبرد. يعني حاجه سهله خفيفه ظريفه وطبيعيه البنات، ما فيهاش كما نقولوا حنايا حاجه بزياده. يعني نفضلوا من احسن نستهلكوا الحاجه الطبيعيه كيما هاك، ما فيها لا سكر لا والو. هنايا خلاص عمرتهم في هاد الكؤوس، وراح نزينها انا تزيين بسيط. هنايا كنت حبيبه تاع الفراز قطعتها وزينت بها يعني تزيين بسيط، وراح نديرهم هنايا في بلا وندخلهم للفريجيدير باش هكا يعني تبرد لي، وفي نفس الوقت الفاكهه تاعي تبقى حاكمه روحها ما تذبالش. هنا في هذاك الوقت يعني كانت البيتزا تاعنا، البيتزا رولي كانت واجده، يعني من بعد ما طابت لي من التحت وطابت لي من الفوق، شوفوا كيفاش تحمرت ما شاء الله. يعني مازالها راهي سخونه. هنا راح نديرها مباشره في الصحن تاعي ولا في الطبسي تاعي اللي راح نحط فيه. كما راكم تشوفوا يعني هنا في الدقائق الاخيره لازم كما نقول حنايا تخدمي 10 يدين معاك. هنا شوفوا البنات راح نقسمها معاك وشوفوا كيفاش تجي. يعني هنا عاد سخونه البنات، تجيكم مقطنه ما شاء الله. يعني جربوها البنات، ان شاء الله يعني تعجبكم ما تستغناوش عليها. وحاجه يعني خفيفه ظريفه هكا نحاولوا ننوعوا، ماشي غير بوراك البنات يعني القليان كل يوم ثاني ماشي مليح. وهنا خياتي بالنسبه للطبق الرئيسي ولا دوزيام بلا تاعي، شوفوا البنات المرقه تاعها كيفاش تجي. يعني هذيك لاصوص لهذيك المرقه تاع الجلبانه تجيكم عاقده وخاطره الله الله، وفيها واحد البنه واش نحكي لكم البنات. هنايا كنت قليت مع حبيبه تاع الفريت، يعني قطعت حبيبه تاع البطاطا هكا دوائر وقليتها في الزيت، يعني باش نضيفها للطبق تاعي ولا للطاجين تاعي تاع الجلبانه، وراح نحطوه مع بعض. يعني اقتراحات سهلة وبسيطة خياتي توالمكم كامل. وهكا يعني ما كان باقي لي غير نحط الطابلة تاعي نتاع الفطور من اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم. يعني النهارات راهم يجروا البنات، خلاص كيما نقولوا حنا خلاص رمضان ما عنده ما بقى له. هنا هاي لك البنات، كنت حطيت الطابلة تاعي. شوفوا البنات لاصوص تاعنا ولا المرقه تاع الجلبانه تاعنا كيفاه جات، تجيكم خاطره وبنينه ما شاء الله. جربوها خياتي ما تستغناوش عليها باذن الله. نقول لكم البنات كان هذو هما الوصفات تاعي تاع نهار اليوم ولا الاقتراحات تاع نهار اليوم، نتمنى يعجبكم، نتمنى ينالوا رضاكم. ما تنساونيش البنات بجام، كثروا لي جام البنات باش هكا الفيديو تاعنا يطلع. ونقول لكم خياتي بسلامه.